28 سمكة بوري واربع بلطيات حشوهم النهارده بطريقة ليها العجب بالردة الناعمة. واول حاجة بعملها برش الرد على الشواية من فوق. هنقل السمك ده يا جماعة على ايد واحدة على مرتين من الردة للشواية، ويلا نشوف بقى الاحترافية كده كله مع بعض، نقول الحكاية حلوة ونبدأ بذكر الله والصلاة على الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. هنشوي البوري ردة مقفول، والناس اللي بتحبه مفتوح مفيش اي مشكلة، نفتحه ونحشيه زي البلط قدام حضراتكم مفتوح البطن، واخد ملح وتوم وكمون، ولو عندنا خلطة زي ما احنا عايزين نحط، ولو فيها هريسة شغال. هنملح البوري والبلط النهارده بطريقة جديدة كده، في اخر الفيديو هتشوفوها في سر حلو قوي هقول لكم عليه. يلا بينا نعد مع بعض كده، 1 2. اللي يعرف يعمل الحركة ديت كده في البيت او في المطعم يقول لنا في التعليقات. بشيل السمك كله على ايد واحدة يا جماعة باحترافية. بص على الجمال. اللي ركز في عد السمك ده يا جماعة يقول لي في المرة ديت انا شلت كام سمكاية، وفي المرة الجاية هشيل كام سمكاية، ويقول لي في التعليقات. حبايبنا اللي بيشوا السمك في البيت ومش عايزين دخانة في الشقة، هنعمل ايه يا شيف رضا؟ سواء كنتوا بتشوا داخل الفرن او على صاجة فوق البوتاجاز، رشة ملح بسيطة يا جماعة فوق الصاجة واحنا بنشوي فوق البوتاجاز كده، او هنرش برضه في الصاج داخل الفرن شوية ملح الاول. الملح بيقلل الدخانة الى حد كبير، وبعد كده ما بيخليش السمك يلزق منك او منك في الصاج. بعد ما رصيت البوري بتاعنا كده على شكل هرم على ايد واحدة، هاخده بقى انزله على الشواية بالطريقة الحلوة دي. يلا بينا بقى مع بعض. هنروح ونرجع ناخد الباقي كله برضه على نقلة واحدة كده. طبعا احنا عارفين العدد الاولاني والعدد الثاني، والناس اللي هتكتب في التعليقات هرد عليه. ايه الفكرة يعني من انك تشيل السمك كده على ايدك على مرتين وتنزله على الشواية؟ هي عشان الشواية بتاعتنا سخنة، ولو نزلت سمكاية ورجعت اجيب التانية على ما اخلص هيكون الاولاني اتحرق. عشان كده بعمل عملية انجاز في تنزيل البوري فوق ظهر الشواية عشان يستووا مع بعضه واقلبه مع بعضه برضه. يلا بقى نعد المرة دي كمان اهو، 1 2. لما نخلص عد وناخد البولت معانا هنرص كله على الشواية ونبدأ نقلبه لما يسمر معانا. ليه السمك بيلزق مننا يا شيف رضا؟ وليه بيتهري؟ وليه بيطلع مر مننا؟ وليه بيطلع ناشف مننا احيانا؟ هجاوب على الاسئلة ديت عشان خاطر حضراتكم، بس بالله عليكم عشان خاطري ما تنسوش اللايك والشير والتعليق الجميل. لما السمك يطلع مر مع حضراتكم، وبتكلم على السمك المشوي مقفول، اما سيبنا فيه المرارة ما شلناهاش، او سيبناه يتشوي بزيادة كده على بطنه لما المرارة جواه اتفاعت، ده اللي هيمرر بطن السمك كلها. اما السمك بقى اللي بيطلع ناشف ومجلد، فالسمك ده حضراتكم نزلتوه في فرن بارد او على شواية من فوق باردة يعني مش سخنة جامد. اما السمك بيتهري من حضراتكم بسبب تقليبكم فيه كتير. اما التقليب يا جماعة هي مرة واحدة زي كده اهو، لما اسمر قلبته على كل جانب. يعني بسمر السمك بتاعنا كده فوق ظهر الشواية السخنة ديت على السريع، وبعد كده بنزله الفرن يكمل سواه على الهادي. اما السمك قشرته بتلزق ليه ما بتتقشرش مع حضراتكم، فاحنا قرصنا على السمك ده بزيادة فالقشرة انحرقت ولزقت في اللحم. تعالوا بقى اوريلكم الشوي باحترافية. يلا بينا تعالوا بص على الجمال. قرب كده بالكاميرا اهو، شايفين درجة السوا عاملة ازاي؟ بص على شكل البوري كده، بورياية شدة ناشفة، ولا هي طرية ولا هي مهرية، درجة سوا على اعلى مستوى. يلا نملح السمك بتاعنا كده او نطعمه. عندنا طريقتين. الطريقة الاولى اللي هي دي، الملح والكمون والكزبرة والشطة، نضيف كله مع بعضه ونبدأ نرش الرشة ديت كده على الطبق او السرفيز او الصينية، ونطلع سمكنا على الملح والبهارات. وبعد كده هنديله نفس الملح بالبهارات كده، ونعصر عليه ليمون كتير ورشة خضرة. اما الطريقة التانية اللي احنا طبعا بنحبها، بنجيب التوم مع الفلفل الاحمر او اي فلفل موجود، يعني لو الوان كله مع بعضه شغال، وبنضيف كله في الخلاط مع ليمون زيادة والملح برضه والشطة، وبنديها بقى في الاخر كده شرشة، بيبقى طعمه جميل. اما هنا التمليحة الناشفة، ملح وبهارات وليمون. طبعا السقية بتاعت السمكة والدقة احنا بنزودها شوية مية برضه، فيها الكمون وفيها الشطة وفيها الليمون زيادة، ويا سلام بقى لو عندنا شوية بابريكا ونضيف او فلفل حامي بالشكل ده كده ونفرمه مع السقية او الدقة، هيدي طعم حلو قوي. واحنا عملناها قبل كده، واللي عايزها يقول لي في التعليقات وانا هبعت لكم رابط الفيديو ده ان شاء الله. بص بقى هنبدأ نعصر ليمون على كل سمكاية، ليمونتين. طبعا احنا لو عندنا وقت بقى هنقعد نعصر كده، اما احنا هنا ما عندناش وقت، فهندي بقى السقية على طول. يبقى قدام حضراتكم خيارين. الخيار الاول هو ان احنا بنملح السمك ملح وبهارات وليمون، والتاني هي الدقة والسقية ورشة الخضرة. بص على الجمال، الله الله على الجمال. ورينا يا شيف رضا
بسم الله ما شاء الله. بصوا بصوا بص، شايفين البوري ده اكله مزاج. لو عجبنا الفيديو بالله عليكم وغلاوة رسول الله نحط اللايك ونشاركه للغير ونقول رأينا في التعليقات. شايفين المنظر عامل ازاي؟ بص بص بص، شايف؟ الله، يا سلام على الروعة. سلام عليكم.